السلام عليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. فيديو النهارده ان شاء الله هنخبز فيه العيش الفلاحي، ولكن في الفرن البلدي اللي بيشتغل بالغاز. قبل كده عملنا فيديو في خبيز العيش الفلاحي في الفرن البلدي الفلاحي اللي هو بيشتغل بيه الحطب. اللي عايز يتفرج عليه ويشوف بقى الجو الريفي الجميل في يوم الخبيز هتلاقوا الرابط موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. لكن النهارده هنخبز شويه عيش صغيرين هنعمله في الفرن الغاز. وطبعا عشان احنا كنا بنخبز برضو بالليل وبنخبز برضو بعد صلاة التراويح، فقلنا هنعمل شوية صغيرين كده عشان يبقوا موجودين للعيد ان شاء الله، عشان في ناس بتيجي عندنا ضيوف يعني في يوم العيد، فيبقى في شوية عيش كده طازة وطراي وجمال. فحبيت اشارككم معايا فرحة بقى اللمة والعيد والجو الجميل ده. وان شاء الله اي عمل انت بتعمليه في البيت بتحتسب اجره وثوابه عند الله، وربنا طبعا ما بيضيعش عملك، ولكن طبعا تخلي دايما وانت بتعملي شغلك سواء في المطبخ او في البيت بيبقى دايما لسانك عامر بذكر الله. وان شاء الله ربنا يعيننا ويعينكم ويتقبل منا ان شاء الله. برضو عشان اوريكم ان العيش الفلاحي برضو بينفع ان هو يتخبز في الفرن الغاز ده، عشان اللي ما عندوش الفرن البلدي اللي هو ابو الطين. وزي ما قلنا قبل كده ده العيش الفلاحي اللي بيبقى 3/4 دقيق غله والربع بس دقيق ذره، وبنعجنه بالميه فقط، وبنحط خميره وذره ملح. دي عجينته وخميرته بتبقى قليله طبعا، وتقدر ان احنا نحتفظ بيه في التلاجة وبيقعد معانا فتره طويله لمده شهر او اكتر كمان. اسيبكم بقى مع الفيديو وشارككم فرحتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين. مش اي حد يريح الريحه دي ولا اي حاجه. كانت واحده في التعليقات المره اللي فاتت بتقول انا لو جيت عملت رغيف ده يلبس في وشي. لو جيت عملت رغيف كده هيلبس في وشها؟ هي هيلبس في وشها عشان بفطاري. حلو يا بنتعم ولا خليه؟ حلو هو حلو برضه في الفرن ده، مفيش نح هاتي دوام يا مرات عمك كده. يوم انت عندنا في الفريزر مليان، بس انت فريزر بقى فاهمه، مفيش مجال في الاستطراد. يعني لو فريزر كنا عملنا مصري بقى. جميلة هو والله عشان ما يردك ايه؟ ولعبه كده يمسك بقى الصاجه. طبعا متعلم الجنبين عادي، تحت عادي برضه صح؟ بص في الاول خليش بقى حبه كده عشان العيد. قدام البيت لا انا بعمل كده عشان ايه؟ بإيد واحدة برضه الطريق دي بإيد واحدة محدش يعرف يعملها دي. هنمسك بإيدينا الاتنين عشان يطلع. أيوة علوم يا متعم احنا مرقاته حط يا متعم. انا مش شايف احمد يخلص يكون احنا خلصنا ان شاء الله. ما تنسى الغطا يتحضر بس احسن ما هم ناكل عشان ما يلزقش تبقى التقليد. عشان يبقى شفتوا ايه على انواع الافراد. قبل العشاء بحبه جيت على الجامع بتاع وسط البلد. طبعا ما رضيتش اجيب الجلابيه، هجيب بقى الناس نصها ايه دي؟ المره جايبه جلابيه معاها رجاله ولا ايه؟ خفيف شكرا يا شوشو. عامله حتى طباعها حلو كده من حلو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عسل يستاهل بقه. بس عارفه لو الفرن على الصوت الواحد بيخبز قرص مش هبدا. مش واخده راحتك برضه. لا الحته برضه مضايقه. ايه بقى هو الفرن كده جاي عشان ولا ماما نطلعها على الصوت فوق. اه والله
العمر خلف برضه ينفع في يعني ينفع في الفرن الغاز، وريناكم قبل كده في الفرن البلدي، وفي الفرن الغاز برضه ينفع فيه اللي هو بيشتغل بأنبوبة. هو فين؟ تسلم الايادي. وهلا على الرمية بقى. لازم تمسحي بقى بالمناسبة دي بعد كل عشان الدقيق ما يبقاش محروق الاسم بتاع الفراخ. كل بقى وماشي اي حاجة. هاتي مكان. والاخر حنون. ما اعرف الحنون. شرها صغيرة. خصم غذائي. يلا يا حاج. عايزة مية شرب ولا مية ايه؟ غسلي ايدك جوه يا ماما. وده متعامل. ينفع برضه في الفرن ده، بس الفرن البلدي الفلاحي بقى لا يقعد عليه، صح؟ بيديله طعم احسن ولا ايه؟ النبي حلو. جميل النبي. جميل والله. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك